اكيد سالت نفسك مين اقوى لاعب في العالم. بيليه يا جماعه بدا يلعب كره القدم من 1940، وده كان بيلعب في الشارع يا جماعه، كان بيلعب زي اي حد بيلعب في الشارع، وكان محدش متخيل انه هيبدا يغير مسيره الكره، يعني يغير مسيره الكره يا جماعه، ده راجل مجنون بجد. فيعني مشاهد زي دي أو ودي مجنونه يا جماعه، وده بني ادم بيعمل الحاجات دي كان بيحلم انه يكون من اقوى اللعيبه ويكون لعيب مشهور زي الموجودين. مسيرته الكرويه يا جماعه بدا وهو عنده 15 سنه بس، فدي حاجه غريبه. لكن يعني كان قبل لامين يامال، كان يعني هو لامين يامال بدا 16 17 سنه، هو بدا وعنده 15 سنه، وكان بادئ مع فريق سانتوس البرازيل، وسريعا جدا يا جماعه اصبح نجم الفريق كله، الناس بتهتف باسمه، وسجل يا جماعه اهداف اسطوريه محدش يقدر يتخيلها. خلى العالم يا جماعه يشوفه ويبص عليه وكأنه يعني حاجه مجنون. العالم كله بدا يراقبه في سن ال 17، مين البني ادم الصغير ده؟ اصبح يا جماعه بيليه اصغر لاعب بيسجل في كاس العالم. تعالوا بقى نقول انجازات يا جماعه، لان انجازات مجنونه برضه. ويا جماعه سجل 1000 هدف يا جماعه، كسب 3 كاس عالم، 3 كاس عالم يا جماعه، انتوا متخيلين 3 كاس عالم؟ كسب 1958 و1962 1970 يا جماعه، ده كان رقم قياسي لحد دلوقتي ما حدش قدر يكسره لحد النهارده يا جماعه. ده كان الهام لملايين من اللعيبه، لان هو من الابداع والجمال في لعبه خلاه من اكتر اللعيبه المهمه جدا جدا جدا. دلوقتي دوركم، انا عايزكم تعرفوا مين هو اقوى لاعب يا جماعه في التاريخ كله، مش بس في الالفينات، لا انا عايز في التاريخ كله. وهل تتفقوا ان بيليه اقوى لاعب؟ اكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات هل بيليه اقوى لاعب في العالم ولا لا، واعمل لايك واشتراك ما تنساش.